السلام عليكم. من عبد الله حق عبادته فإنه سبحانه وتعالى يسخر له السماوات والأرض، ويسخر له الملائكة وعباده، وكذلك الجن يسخرهم لهذا العبد الصالح التقي، فيجري على يديه كرامات ويفتح له من واسع فضله وينير له في الظلمات، كل ذلك لأجل أنه صالح تقي عابد. وهذا ما كان يحصل في الماضي والحاضر لبعض أوليائه الصالحين. ومن ذلك ما حصل لمسلم ابن يسار، أنه قال مرة لأصحابه يوم التروية، كانوا في العراق، في يوم التروية قال: هل لكم في الحج؟ كيف هم في العراق في يوم التروية يحتاجون شهر حتى يصلوا إلى مكة وهم في العراق، فقال: هل لكم في الحج؟ يعني لابد أن يكونوا غدا في مكة. لذلك ماذا رد عليه أصحابه؟ قالوا: خرف الشيخ على ذلك فلنطيع عنه. قال: من أراد ذلك فليخرج. فخرجوا إلى الحسان موضع برواحلهم، فقال: خلوا أزمتها، أي يتركوها تسير. فأصبحوا وهم ينظرون إلى جبال تهامة، يعني وصلوا إلى مكة في مقدار يوم وليلة، في ذلك الوقت يحتاجون شهر حتى يقطعوا هذه المسافة. هل هذا مستحيل؟ لا، ليس مستحيلا، بدليل أنه لو قيل لك بأن عراقيا يصلي الفجر في بغداد فيدرك الظهر في مكة في الوقت المعاصر، لا صدقت ذلك وقلت أن ذلك ممكن، بأن يركب الطائرة. وهذا بتيسير الله عز وجل سخر هذه الطائرة. أفلا ييسر ويسخر في ذلك الوقت بوسيلة تقطع المسافات وتطوي الأرض طيا؟ بلى، قادر سبحانه وتعالى. لذلك كانت هذه كرامة في ذلك الوقت. هل حصل ذلك لمسلم ابن يسار وحده؟ لا، بل حصلت أيضا لمالك ابن دينار، وهو عابد صالح تقي معروف، أنه كان يرى يوم التروية بالبصرة ويوم عرفة بعرفات. يعني هذه كرامة أيضا، يعني تكون لعباده الصالحين، وهي مثبتة في كتب التاريخ، ولم يجرؤ أحد من العلماء في تكذيب مثل هذه الكرامات، لأنها كانت لأولياء صالحين ليسوا أهل دجل وكذب وخرافة، أو يستفيدون من هذه الكرامات في التكسب أو ادعاء الزهد، لا، بل كانوا صالحين عباد أنقياء معروفون بالعدالة بين الناس، وهي مروية بأسانيد